الحاجة هي هذه حاجة معرفية ليس فيها ضرر. الصراع السياسي مثل ما تفضلت نسى الحاجة المعرفية، فكأن المشكلة هي أن الولاية هي سياسية. احنا لا نتخيل انفسنا الان، احنا لا نتخيل فنرجع أنا خليني خلينا نتخيل انفسنا نحن. نعم. الدكتور سعد الرفاعي والشيخ عدنان عرعور ومحمد الهاشمي ابن يوسف اللي حدث فيك، نتخيل احنا الثلاثة جئنا في أوائل ربيع الأول من عام 11 للهجرة. نتخيل أنفسنا جئنا للمدينة المنورة، ودينا معنا كل مشاهدي هذا البرنامج الآن. نعم. وجينا أنخنا رحالنا باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولقينا النبي عليه الصلاة والسلام. نتخيل أنفسنا سيدنا يا صاحب الخلق العظيم عرفنا بدينك، قل لنا دين الإسلام. نحن نعرف نحن الآن في سنة 11 للهجرة، في الشهر الثالث من الهجري، لأنه بعد بأيام احنا وصلنا يوم واحد، وبعد ب10 أيام حيتوفى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هذا هو اللي نحاول نعمله في هالبرنامج. الخدمة اللي نحاول نعملها للمسلمين اليوم في هالبرنامج وللناس، أننا نقول طيب لنا نتخيل أنفسنا. هذا يحصل. تلاقي فيلم، أنا قبل فترة شفت فيلم هنا في أنا وعيالي والله على يوليوس قيصر، أول مرة أفهم من زمان قريتها ونسيتها، لكن الفيلم بس في المرحلة دي لحد ما بروتس شارك في اغتياله في المقر البرلمان في روما. لما تشوف الفيلم بتاع عمر المختار، مرحلة من مراحل تاريخ ليبيا محدودة كده، جراتسياني وعمر المختار بس، ما فتناش ايش حصل بعدها وكيف الليبيين تحرروا لاحقا. آخر لقطة في الفيلم عمر المختار مشنوق. يمكن لو توقفت هناك تقول انتصر الاحتلال والطغيان، لكن هو الآن بعد ليبيا بعد ذلك تحررت الطليان، طلعوا الآن معتذرين. نحن في يوم 11، نحن في 1 ربيع الأول 11 للهجرة. لذلك أطلب منك أنت ومن الشيخ عدنان، أنا مشاهدي كانوا يشوفوني كررتها كثير، سامحوني، نحن في بداية برنامج ضيفية يعاونوني. نحن في المرحلة دي، فتحكي لنا عن الإسلام في المرحلة هذه بس افتراض نظري أرجوكم تعالوا. فإذا نكمل لي إذا الإسلام يوم 1 ربيع الأول 11 الهجرة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جينا هل نحن مطالبين، هل حيقول لنا إن عليا هو مولاكم وهو الحاكم من بعدي فاقتدوا به واتبعوه، ولا حيقول لنا الكلام هذا اللي في القرآن الكريم؟ ايش حيقول لنا بالضبط؟ يقول لك هذا الكلام في القرآن خلاص، يقول لك صلوا كيف وجدتموني أصلي بس حجوا. هذا كل ما يقول لك هذا، يقول لك زين إذا احتاجت شيء يجي شيء بعد سنة ما أدري لمن أرجع، يقول لك ارجع إلى علي. هاي كل قصة. جميل.